السلام عليكم. كي دايرين ميماتي وخواتاتي؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون احوالكم طيبه يا ربي. كي دايرين خوتي؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كل شيء مزيان. كنتمنى ان شاء الله كاملين 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 تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. ومرحبا بكم فيديو جديد على القناه ديالي المتواضعه. مرحبا بكم عند ختكم حليمه، ولهلا يخطيكم كاملين الناس اللي تيشاهدوني واللي تيتفرجوا في هاد الفيديوهات هذه. مرحبا بكم. وكنحط لكم اي فيديو كنحطو لكم من القلب ديالي وربي شاهد عليا. مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم اختي جبت لكم واحد الفيديو رائع، والنتيجه ديال هذه الوصفه اللي غنعطيكم ان شاء الله مضمونه 100%. شي حاجه اللي انا مجرباها. صراحه وصفه خطيره، والثمن ديال اختي هاد الدواء اللي غنعطيك راه غادي تصدمي. راه بعض المرات كنخسروا فلوس بزاف باش نعالجوا واحد الحاجه، وكنبقاو غاديين نعالجوا ما كتعطيناش النتيجه. عاوتاني كنمشيو عند طبيب اخر ما كتعطيناش النتيجه، وكنبقاو غاديين في هاد الدوامه هادي. ولكن اختي انا غادي نحد ليك هاد الشيء كامل. غادي نعطيك واحد الدواء رخيص بزاف وغادي يعالج لك المشكل اللي عندك. لاله هاد الوصفه شنو كتخص لاله الوجه ديالك، البشره ديالك. بزاف ديال الشباب، رجال، نساء، شابات في سن المراهقه كيعانيو من الحبوب في الوجه ديالهم، سواء الحبوب الرقيق اللي كيكون حمر، نقط حمراء في الوجه، ولا داك الحبوب حاشاكم اللي تيكون مفرقع هكا في الوجه كبير وفيه القيح. واخا حنا ان شاء الله غادي نعالجو هاد الحبوب هذا، غادي نعالجوه في مره. العلاج البنات عندك لاله جوج في واحد. هاد الوصفه غادي تعالج لك، تحيد لك الحبوب، او ميم طون غادي تحيد لك حتى لاطراس ديال الحبوب. يعني ماشي غادي تعالجي الحبوب صافي تهني منه وتقولي راه خاصني نمشي نقلب على واحد المرهم يعني بوماده باش انني نحيد هذاك السيكاتريس. لا، انا غادي نعالج لك كل شيء في دقه واحده. وبشحال اختي؟ ب6 دراهم. 6 دراهم غادي تعالجي لي الوجه ديالك. وهاد الوصفه البنات قسما بالله الا انا مجرباها وعطياها للبنات حتى هما عطياها ليهم. انا كانت عندي صاحبتي، اش غنقول لكم، الوجه ديالها ما شاء الله باللاره، يعني البشره ديالها حساسه ولكن يعني بلقه ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك. ولكن شنو مخسر لها الوجه ديالها؟ الحبوب. عندها داك الحبوب الكبير الاحمر مفرقع ويعني عامر. كيف ما يعني باش نشرح لكم باش تكونوا نقرب لكم الصوره اكثر. كيف ما غتشوفوا ان شاء الله في الصوره، انا راه غادي نحط لكم الصوره كيفاش كيكون الوجه ديالك ومن بعد كيفاش غادي يولي ان شاء الله. ولكن اختي تبعي معايا هاد الوصفه وكنقسم ليك بالله الا غادا تفرحي. انا ما حطيت هاد الفيديو هذا الا باش انك تعالجي الوجه ديالك وتفرحي، حيت كاينه شحال من وحده اللي اش غادي نقول لكم يعني ماشي في الاستطاعه ديالها انها تمشي من طبيب لطبيب ديال الجلد. وشحال من وحده كنتفرج فيها انا كتمشي يعني كيكونوا عندها الامكانيات وكتمشي كدوز وتيخرج لها التريتمون ديال الدواء ما شاء الله بزاف. هذه بوماده، هذه باش تغسلي، هذه باش تغسلي في الصباح، هذه باش تغسلي في الليل، هذا الكريم ديريه بالليل، هذا الكريم ديريه في الصباح، ولا نتيجه. وحتى لا عطى النتيجه كتبقى واحد المده. انا البنات جبت لكم هذه الوصفه، شوفي درتيها اليوم الغد غادي تبان لك النتيجه. غتبان لك النتيجه، ماشي غنقول لك غادي تصبحي ما فيك والو، ولكن غيبان لك هذاك الحبوب كامل بدا كيتشوط وبدا يعني ما بقاش عامر، بدا كيهمد. فهمتوا؟ بدا كيهمد. ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم، ولكن يعني بدا كينزل، ما بقاش هكا طالع، ما بقاش داير راسو داك الشيء صافي. المهم البنات غادي ندخلوا في الموضوع. سمعيني مزيان وحلوا وديناتك. ما غتخسري 300 درهم، ما غتخسري اختي 400 درهم، ما غادي تخسري لالا 120 درهم. غتخسري اختي على داك الوجيه 120 ريال. 6 دراهم، 6 دراهم، اييه 6 دراهم باش غادي تعالجي ليا داك الوجيه. حتى انت خويا هاد الوصفه راه ماشي عيب انك تعالج الوجه ديالك، ماشي عيب انك تعالج الوجه ديالك وتحيد منه داك الحبوب وتنت الوجيه ديالك يعني برا ويتقاد لك، ماشي عيب. وهاد الوصفه البنات راه ملي تديريها
يعني ملي تيبرى لك الوجه ديالك ما تيبراش لك البنات محفر ولا شي حاجه، بالعكس كيبرى لك جلده وحده، جلده وحده، ويعني جوج في واحد كتبرى لك البشره ديالك، او ميم طون ما كيبقاش فيك سيكاتريس ديال هذيك البلاصه ديال الحبوب نهائيا. ما غاديش تحتاجي انه الحبوب مثلا الحمد لله مشى والسيكاتريس تبقاي تقلبي نجرب هاد البوماده نجرب هاد البوماده، لا. المهم اختي حلي معايا ودنيك مزيان، عندك جوج مكونات ولا غلا على مسكين، اللي عنده يديرها واللي ما عندوش حتى هو بالامكان ديالو انه يديرها. غادي تمشي ليا عند العطار، انايا المساند الرسمي في هذه القناه هو العطار. غتمشي ليا لاله عند العطار وسمعي ليا دابا مزيان، غتقول له يعطيك اللوز الحار، عندك يعطيك اللوز العادي؟ لا، اللوز المر، اللوز الحار. غتاخدي اختي داك اللوز الحار وغادي تاخدي ليا قرعه ديال الخل ديال 2 دراهم. هادو هما المكونات البنات، ما غنزيدك ما غنقصك، وجربي ورد عليا الخبر. انا راه تنهضر معاكم بواحد الثقه لانني انا مجرباها. انا لالا نعاود لكم بعد التجربه ديالي، انا ماشي من النوع اللي تنبقى ندير الماسكات بزاف ولا هذا، انا كناخذ يعني بعض الماسكات اللي انا كنديرهم ومتاكده منهم وتيعطوني النتيجه. والماسك مثلا الا درته مده ديال اسبوع وما عطانيش النتيجه ما كنبقاش نقرب ليه. علاش؟ لانه قوه الماسكات، دير هاد الماسك ودير هاد الماسك ودير هاد الماسك راه هو تيخرج لك على البشره ديالك. لهذا البنات الا كنتي كديري شي ماسك حاولي انك تبقاي ديري هذاك الماسك، ما تبقايش تخلطي لانه راه انت اللي كتخرجي على البشره ديالك. صافي واخا. وان شاء الله انا نبقى نحط لكم يعني وصفات طبيعيه زوينه اللي غادي تخلي البشره ديالك زوينه، ما تبقاش جافه، تبيضك من الاسبوع الاول. ولكن البنات غير تبعوا معايا وان شاء الله ما يكون غير الخير. المهم كما قلت لكم غادي ندخلوا للموضوع باش ما نطولش عليكم ان شاء الله، واي حاجه راه غنخلي لكم الصوره هنا. صافي البنات، لالا قلت لك غادي خدي غير 5 دراهم ديال اللوز الحار والقرعه ديال الخل ديال 2 دراهم. صافي العاديه، انا درتها العادي، ما درتش انا الخل ديال التفاح ولا شي حاجه باش نكون معكم يعني نكون معكم حقيقيه. ما كاينلاش نبقى نقول لكم خل التفاح ولا خل هذا ولا هذا، الخل العادي ديال 2 دراهم هذاك الصفر. كتاخدي اللوز الحار كديريه في واحد الكتانه تكون رطبه ومسحيه من ديك الغبره مزيان. صافي وطحنيه، بغيتي دقيه دقيه، بغيتي طحنيه طحنيه، المهم حتى كيولي بودر. وفي الليل غسلي لي الوجه ديالك بالصابونه ديال الحجره. شوفي ما تبقايش ديري دوك ملي تبغي ديري الوصفات ديالي الله يرحم لك الوالدين الا بغيتي النتيجه، ما تبقايش ديري لي داك ها سكين كر ها ما نعرف اشنو هاد البوماده نغسل بها. تبعي لي اختي الوصفه ديالي تيبرى لك وجهك وديري اللي بغيتي. صافي شوفي والله العظيم اختي الا تنهضر معاك من القلب ديالي. صافي المهم غسلي لي الوجيه ديالك ملي تبغي في الليل تبغي تدخلي للفراش، غسلي الوجيه ديالك نشفيه غير بشويه بالفوطه، وغتاخدي على حساب نتيا مثلا في الحنيكات ديالك خدي غير معلقه ديال داك البودر ديال اللوز، ولا مثلا كان وجهك كامل وهذا خدي 2 معالق كبار ديال داك اللوز المطحون وزيدي عليه المقدار الكافي ديال الخل يولي بحال شي كريم. ودهن انا غنعطيكم مثلا غير هنايا بحال البشره بحال زعما الوجه ديالي باش نوريكم. صافي وطبقي لي الوصفه هذه، هذا هو الوجه ديالك. طبقي لي الوصفه بحال هكا ما تحكيش، غير طبقي بحال كطبقي شي كريم ياك. صافي وخليه خليه راه غادي تحسي شويه بحال وجهك بدا كيحمار وداك الشيء ومثلا تيحرقك شويه، ولكن غير خليه ما تخافيش منه. انا البشره ديالي راه حساسه، انا لا مشيت للحمام ما تنحكش وجهي نهائيا نهائيا، حيت الا حكيتو غير بيديا كيولي يحرقني. المهم البنات كتخلي هذيك الوصفه واخا تحرقك شويه ما تخافيش، خليها حتى تنشف. صافي خليها حتى تنشف مزيان، عاد نوضي غسليها اختي، غسليها بميها دافيه ولا ميها بارده، المهم اللي بغيتي، ولكن من الافضل ميها دافيه باش كيتقشر لك هذاك الشيء وما يعني ما كتوركيش على الجلد ديالك. ملي كديري ميها دافيه كطبطبي غير بحال هكا. صافي راه يعني داك اللوز وداك الشيء كله كيتغسل. صافي وغسلي ليا الوجيه ديالك وديري شي كريم عندك يعني عادي بحال كريم نيفيا ولا اش غادي نقول لكم، شي الا كان عندك غير زيت العود في الدار
دهني يدك بحال هكا ودوزي ليا على الوجيه ديالك صافي. والغد اختي غادي تشوفي ليا الوجه ديالك واش داكشي بدا كيفطس ولا لا. انا راه البنات كنت في الليل كنديرها كنبات بيها، تقدري تباتي بها، انا كنت كنبات بها حتى كنبغي ندخل صافي غنعس كنديرها، كنبقى شاده تليفوني كنبقى نلعب به حتى كتنشف ليا على خاطرها وتنضربها بواحد النعسه البنات. الغد كنغسل وجهي بحال رحمه الله، قسما بالله البنات انا راه كنخرج فيا واحد الحبوب ما نعاودش لكم. انا راه تناكل كلشي ما كيخرج فيا والو، كناكل الزبده الفرماج ما كنخلي ما ناكل ما تيخرج ليا والو في وجهي. واحد العام البنات خرج فيا واحد الحبوب كارثي، عرفتي اللي شافني تيقول لي اختي مالكي في وجهك، لانهم كانوا متعودين عليا الناس اللي كيعرفوني متعودين عليا بواحد البشره. ودابا كيف وليت شوفوا البنات هاد الوصفه خطيره على الضمانه ديالي، وانا تنقول لكم البنات جربوا، ولا ما عطاتكمش الحاجه النتيجه الوصفه اللي نعطيكم عطاتكم خرجوا ليا من القناه تقولوا انت راكي كذابه. انا كنعطيكم يعني شي حاجه اللي انا مجرباها، راه ما يمكنش انني غنحط واحد الحاجه وانا ما مجرباهاش، كنعطيكم داكشي اللي انا مجرباه. صافي البنات هانتوما هاد الوصفه هادي اللي عطيتكم كما قلت لكم اللوز الحار عطيتكم الطريقه والخل ياك، بغيتي تباتي بها باتي بها ما عندها ما دير لك، انا كنت كنبات بها شخصيا. بغيتي لالا تغسليها تخليها ديك 10 دقائق قبل ما نشفات ولا 15 دقيقه، او تغسليها ودهني وجهك مثلا كريم نيفيا ولا شي كريم مرطب، ماشي داكشي اللي كيبيض وهذا لا، شي كريم اللي عادي غير ما عندكش اختي كريم قلت لك غير زويته ما عندكش زيت العود زويته عاديه روميه، دهني غير شويه واحد النقطه ودهني ليا الوجه ديالك، دهني ليا الوجه ديالك وان شاء الله شوفوا البنات 3 ايام غادي تشوفي الفرق ما بين الوجه ديالك في الاول وفي التالي كيف غادي يولي البنات. راه واحد التغيير واعر. كنعطيك مده ديال اسبوع وجهك ما غيبقى فيه حتى شي حاجه، وغادي تدخلي عندي وغادي تقولي يا اختي حليمه الله يرحم لك الوالدين، ما غتخسري اختي لا 300 درهم لا 400 درهم تبقاي تمشي من عند هاد الطبيب لهاد الطبيب لهاد الطبيب حتى انت كدوخي ما كتبقاي عارفه ما ديري. والبنات نصيحه شوف البنات ما تبقاوش تابعين هادشي اللي في السوشيال ميديا، هاد الباك تيبيض هذا تيدير هذا تيدير. البنات راه داكشي هو اللي تيخرج على الوجه. في الصباح حاجه وحده اللي غنقول لكم، في الصباح نغسل الوجيه ديالي. بالنسبه للسيدات اللي تيدخلوا الكوزينه وداكشي ندير لاكرون ديالي واخا في الدار ندير لاكرون ديالي. في الليل كدوا مثال نغسل الوجيه ديالي بصابونه ديال الحجره راه زوينه، ولا مثلا صابونه النيله حتى هي راه زوينه، وندهن الوجيه ديالي بشي مرطب ولا شي كريم مثلا كيدير تفتيح البشره. المهم غير ما تخلطيش ما تبقايش تخلطي. هادشي اللي غادي نقول لكم البنات، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الوصفه وان شاء الله انا متاكده انها غتعطيكم النتيجه. وشكرا بزاف لكم على المتابعه، واي وصفه البنات بغيتوني نعطيها لكم خليوها لي غير في التعاليق ومرحبا والف مرحبا. اي حاجه انا كنعرفها راني ما غاديش نبخل عليكم، وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه وتكونوا ان شاء الله يعني مستفيدين من هذا الفيديو هذا. وشكرا لكم بزاف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.